شايفين بقى الفطائر الجامدة دي؟ كل ده بكوب واحد بس. وكوب ايه خروبي؟ كوب دقيق ذرة. بصوا 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 بصوا، دقيق ذرة، يعني حاجة كده تحفة. بصوا، واو. يلا الطريقة: كوب دقيق ذرة اللي هو الأصفر، وكوب دقيق أبيض اللي هو بتاع المخبوزات بتاعنا، عليه معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر، وهنقلبهم كده مع بعض. ننزل دلوقتي بقى بكوبايتين من المية. وتقدري كمان ان انت تضعفي الكمية براحتك، يعني تقدري تعملي كيلو دقيق ذرة وكيلو دقيق ابيض، نص كيلو دقيق ذرة، نص كيلو دقيق ابيض. الاضافة بتاعته بس ان انت هتحطي الخميرة والسكر بس، من غير اي اضافات تانية، ما فيهاش اي حاجة. هي خميرة وسكر ودقيق ودقيق ذرة والمية بتاعتك اللي هنبتدي ان احنا نلت بيه العجين، مش نعجن. احنا عايزينها تبقى خفيفة خالص كده 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 زي ما انت شايفة. انا بعملها معاكم واحده واحده اهي، ومش هجري حاجه ولا فوت حاجه. بس كده اهوت. هبتدي دلوقتي. بقت بصوا عامله ازاي في ايديا، بقت سايله خالص، ما فيهاش اي تكتلات، نفس العجينه بتاعه القطايف في السمك بالظبط. وتقدري كمان ان انت تعمليها، يعني انا ستي كانت بتعملها لنا بدقيق الذره اللي هو الابيض بس، مش اكتر من كده. دلوقتي هسيبها نص ساعه بس تخمر. هنعمل كده علشان يبقى شكلها كده. نقوم عاملين فيها ايه؟ نقلبها كده، هتبقى كده. ايه رأيكم بقى؟ قلبناها تاني علشان اوريكم اللون اللي حكاية. هنحطها بقى كده، ولازم ندهنها كده. الله 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 الله، شايفين؟ مم. وكمان ارش عليها كده. كل فطيرة هنطلعها هنعمل فيها كل اللي احنا عملناه ده، وبعدين بقى تتاكل كده. يستنوا سخنة.